ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا كل مرة نخش على البصل على طول. انا خرطت بصلتين وعملت يجي يجي كيلو قوطة ولا كيلو ونص قوطة. كان عندي حبة خلطة في التلاجة، في الفريزر برضو طلعتهم. وهسلق كرنباية، حطيت ملح وكمون وحبة سكر في المية، وهحط الكرنب. حطيت الكرنباية هتتسلق واطلعها. كلكم بتعرفوا تسلقوا، كلكم بتعرفوا تقطعوا الكرنب وكل حاجة، بس احنا بقى ايه يعني بنوري بقى البنات اللي ما بتعرفش، لسه عرايس جداد ولسه ما بيعرفوش يعملوا، بنعلم بعضينا يعني. انا بتعلم منك كنت بتعلمي مني، فربنا يحسن ما بين ايديك كلكم يا رب. كتير كده. ايوه. خش بقى على الخلطة على طول. خرطت الخضرة، شبت وكزبرة وبقدونس، وغسلت الرز. حطيته وقلبته مع الخضرة. حطيت تسبيكة المحشي. انا فرمة مع القوطة قرن فلفل سبايسي. حط ملح وكمون، دي بهارات. حط كمون وفلفل اسمر. حطيت برضو كزبرة ناشفة، بس الحتة دي ما جاتش. وشوربة فورية، شوربة من المكعبات دي، عملتها كده وحطيتها. خلطة كان طعمها رهيب. كنت مقورة البدنجان والفلفل والكوسة. نحشي الكوسة والفلفل. لفت بقى الكرنب. خلصت حشو. كان عندي شوربة في التلاجة، طلعتها غليتها وحطيتها على المحشي. بالبتنجان والفلفل والكوسة. هنا كنت بسلق، كنت جايبة فرخة، كنت منضفاها كويس وحطيت مية. حطيت بصل وبصلاية وقطاية، فلفل اسمر وحبهان ورق لوري وملح وفلفل. غسلتها وحطيت
كنت عامله لها محلول نقع ونقعنا. ودلوقتي كده بقى حطيتها. المحشي كان خلاص قرب يستوي. هنا بقى كنت مفرزه ملوخيه صحيحه كده بحالها برضو، كنت عاملاها من الصيف اللي فات. قلت اعملها في الكبة كده، تتحط كده وهي تلج. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. عملت الملوخية، كان في الشوربة حطيتها، فكمل بقية الفرم الملوخية. الكبة الكبيرة وقفت، ما قلت اعمل بقى في الصغيرة دي وخلاص، اعمل ايه. دلوقتي تنمل كده من الجناب. حطيت معلقة سمنة ودقيت كام فص توم كده، يجي 4 فصوص ولا 5. هتحمره واحط عليهم حبة كزبرة، احطهم على الملوخية. لا، ملوخية في منتهى الجمال. الفراخ كانت اتسلقت، طلعتها احمرها. متنسونيش بقى في اللايك والشير والاهتمام ما بيتطلبش. متشكرين على كل واحدة قالت لي كلمة كويسة. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب بحق النبي. مع الف سلامة.